بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ اخباركم؟ يا رب تكونوا بخير. دايما طبعا كنت بطلع معاكم في اول مره اقول لك طلاب اولى ثانوي، طلاب ثانيه ثانوي، طلاب ثالثه ثانوي. لا، النهارده بقى احنا بنتكلم بشكل عام خالص، ولا طلاب اولى ولا ثانيه ولا ثالثه، بالعكس ده كله. وكمان الطلبه الكبيره او الشباب او البنات، اي حد حابب يتعلم اللغه الايطاليه فانت الفيديو ده ليك او انت في المكان الصح. طيب تعال بص معايا بقى. النهارده اعمل لك اول محاضره كده ايه، منظمه جميله فيها بدايات اللغه الايطاليه. بص بقى الكلام الجميل بقى، تعالى بقى بص معايا كده الحاجات الحلوه. ماشي، هنتعلم من الاول خالص. حبيت كده اطلع اقول لك في محاضره اولى كده، تمام؟ عجبتك قول لي واكتب لي كومنتاتك الجميله، هتلاقيني منزل لك حاجات تانية وربنا يسهل الحال. تمام؟ طيب تعالى بص معايا النهارده نتكلم عليه. هنتكلم من الاول خالص، من البدايه خالص. هنشوف عايزين نقول ايه في اللغه الايطاليه. طيب بص كده، تعالى نسمي مع بعض بسم الله الرحمن الرحيم، وتعالى نشوف عايزين نقول ايه. اول حاجه عايز اتكلم فيها معاك النهارده وهي طبعا الحروف الايطاليه. اول حاجه طبعا نتكلم عليها هي الحروف. طبعا لحد دلوقتي انا عارف ان في بعض منكم لسه الحروف عنده مش احسن حاجه، صح؟ تعالى بقى نشوف احنا عايزين نقول ايه النهارده بقى. تعالى ماشي، تعالى نعرفهم ونعرف كل حاجه فيهم. اول حاجه عايزين نعرفها هي ان الحروف في اللغه الايطاليه يا شباب 21 حرف. اهو ماشي، الحروف كام؟ 21 حرف. طيب ده كلام جميل. بيتقسموا لايه؟ اهو لشقين. بيتقسموا لايه؟ لشقين. الحروف الساكنه، ماشي، والحروف المتحركه، تمام، اللي هي الفاول او الفوكالي بالايطالي. اوكي طيب بيتقسموا لكام؟ قال لك عندنا 16 حرف ساكن وعندنا 5 حروف متحركه. حلو كده اهو. يبقى كام؟ 5 متحرك وعندنا كام؟ 16 حرف ساكن. 16 ايه؟ حرف ساكن. حلو كده. طيب تعال نشوف الاول ايه هم ال 21 حرف دول. حلو، يلا بينا مع بعض. اول حاجه عندي A B C D E F G H I L M N O P Q R S T U V زيتا. تمام اهو. دول كده ايه؟ ادي قدام منك ال 21 حرف. طيب تعال نقولهم تاني. حاول تقول معايا. A B C D E F G H I L M N O P Q R S T U V زيتا. حلو كده يا شباب اهم. ادي ال 21 حرف. طيب عشان ما نتلخبطش في بعض من الحاجات في النطق يا جماعه، تعال نبص معايا كده. ايه عايز اقول لك؟ ايه هنا دي نطقها نطقها ايه؟ ماشي، فتحه خفيفه كده. حلو. طيب بص عشان اعلمك حاجه بقى. طيب شايف ديت؟ انت عارف نطقها بالانجلش صح؟ ماليش دعوه بيها دلوقتي. ده نطقه ايه بالانجلش؟ قول معايا نطقه ايه بالانجلش؟ ده ايه صح؟ ننطقه على الاي. حلو، يبقى دي ايه مظبوط كده اهو. بص عشان تظبط معايا. طيب دي نطقها ايه بالانجلش؟ ماليش دعوه بيه. حلو، ما عندناش خالص. طب دي نطقها ايه بالانجلش؟ ايه صح؟ ننطقه على الاي. يا سلام، ده الدنيا جميله قوي صح؟ يبقى تعالى كده بص معايا. يبقى هنا ايه تاني؟ ايه اي. خدت بالك تاني اهي. ده ايه اللي في الاول خالص؟ اللي بعد منه ايه، اخر واحد اي، عشان بيبقى فيها لخبطه شويه.
بعض الناس تيجي بيدخل الاه في الاي في الاي، الدنيا كلها بتعوك مع بعض كده. حلو، يبقى دي كده ايه الالفابيتو او الليتر ديليتاليانو، يعني الحروف الايه الايطاليه. تمام. طيب لو انت تاخد بالك تيجي تقول لي كده سينيور انا واخد بالي من حاجه، اقول لك ايه هي؟ تقول لي ده في حروف موجوده في الانجليش انا مش شايفها هنا. مظبوط. ليه؟ انت عندك ان في الانجليش في 26 حرف، صح؟ 26 حرف انجليش، صح كده ولا ايه؟ فاصبح ان في 5 حروف مش موجودين في اللغه الايطاليه، صح؟ لو انت قاعد كده معايا مركز تعرف تجيب لي ال5 حروف، اللي يجيب ال5 حروف يبقى معلم، اللي يجيب ال5 حروف يبقى معلم. عارف لو جدع هتعمل ايه؟ وقف الفيديو دلوقتي واكتب لي ال5 حروف دول في الكومنتات، اشوفك معايا ولا لا. ما انت بقى اشتغل شويه، عايز اتعلم يبقى هشتغل اهو، شايف اهو سايبهم لك اهو. حلو، وقف دلوقتي فكر لي فيهم وقول لي ايه. انا عايزك برضه تبقى صاحي معايا، مش قاعد كده ايه سماع وخلاص. حلو، وبعد كده شغل الفيديو هتلاقيني بقولهم لك. طيب ايه هم الحروف؟ تمام. اول حاجه عندنا الكي اللي هي بينطقوها كابا، بتنطق كده بس هي مش موجوده، يعني مش من اصل ايطالي. هفهمك القصه دلوقتي. اول حاجه هي الايه الكي، تمام، اللي هي بتنطقوها كابا. بعد كده عندنا الاكس، اسمها ايه؟ اكس. بعد كده دوبيافو، دوبيافو، دوبيافو يعني اللي هو معناها 2 في، فاهم ازاي؟ دوبيافو 2 في اللي هم بيسموها على الدبليو. تمام. بعد كده عندنا ايه؟ الواي اسمها ابسيون، الواي تمام اسمها ايه؟ ابسيون. تمام. بعد كده عندنا الجي، عندنا ايه؟ الجي ايجورد. تمام. ما علينا، دول مش هيقابلوك كتير لان الحروف ديت يا جماعه هيقابلوك في ايه؟ في مثلا في كلمات انترناشونال او كلمات عالميه. يعني مثلا الكي زي مثلا كاتشب، تمام، كاتشب اللي هو الكاتشب اللي احنا عارفينه. الاكس زي مثلا تاكسي، فاهم ازاي؟ دوبيافو مثلا وريستل اللي هو الصدق. الواي او الابسن مثلا زي يوجرت الزبادي. بعد كده مثلا اخر واحده الجي مثلا ممكن نقول على الجينز، فهمنا ازاي؟ يبقى دي كلمات عشان انت برضو ما تجيش تسال نفسك يبقى دي مش من اصل ايطالي. يعني اي كلمه تقابلك صدفه فيها اي حرف من الحروف دي اعرف ان الكلمه ديت مش من اصل ايطالي. ما احنا عندنا في العربي يا جماعه في حاجات بنستخدمها هي مش يعني طبيعيه بس مش عربيه، مش كلمات عربيه، صح؟ زي كلمه تاكسي، ما هي تاكسي دي مستخدمه في مصر بس برضو مش عربيه، صح؟ يعني مش من اصل عربي. تمام كده، يعني في حاجات كتير. ده بالنسبه لايه يا شباب؟ ده بالنسبه للحروف. حلو كده، الدنيا جميله. اول حاجه نقول كمان اخر مره، يلا. ا بي تشي تشي دي اي اف جي اكا اي ال ام ان او بي كيو ار اس تي او فو زيتا. تمام يا شباب، دول كده ايه ال 21 حرف. طيب بعد كده الجزئيه اللي عايز اتكلم فيها معاك هي قواعد النطق. ليه بقى؟ في عندنا حاجه اسمها قواعد النطق مهمه جدا. تعال نبص عليها كده مع بعض. اول حاجه عايز اقول لك ان اللغه الايطاليه من احلى اللغات اللي ممكن ان انت تنطق كلامها وتقرا كلامها، يعني تنطقها بسهوله لو السبيلنج بتاعها سهل وفي نفس الوقت تعرف تكتبها كمان بسهوله. ازاي؟ يعني احنا مثلا دايما اقول ان اللغه الايطاليه بتتعامل كانها فرانكو. عارف انت الفرانكو اللي هو الشاتنج اللي بتبقى ما بينك وبين صحابك بالانجلش دوت، بس هو كلام بيبقى عربي، صح؟ هو بنفس القصه بالظبط، هو تحسه كده. يعني الكلام اللي انت بتنطقه هو اللي بتكتبه واللي بتكتبه هو اللي بتنطقه. كلام جميل جدا. طيب بص عندنا كلمه زي ايه؟ بص كده تعالى معايا. مثلا عندنا ببساطه كده ونبقى نمسحها تاني، عندنا كلمه زي الكلمه دي. بص كده مثلا اهي كلمه بسيطه، بسيطه خالص اهي. بص حاول كده تقراها لي فرانكو، مش هقول لك اقراها لي ايطالي ولا اقراها لي فرانكو. هتقول لي ايه؟ اميكو، اميكو، صح كده؟ معناها صديق اهي، بس خلاص اهي، ببساطه جدا. تمام. طيب بص انا مش هنطق، قول لي انت الكلمه الجايه دي اهو، تعرف تنطق لي دي كده؟ هتقول لي امشي واحده واحده. بص اهو، بامبينو، شايف ايه؟ بامبينو، يا سلام، يعني طفل. شايف الجمال؟ دي جميله قوي اهي، بامبينو، يعني بص بسلاسه، يعني ببساطه، الموضوع مش محتاجه حاجه، فاهم ازاي؟ طب مثلا قول لي الكلمه دي يعني انطقها كده واحده واحده. هتيجي تقول ايه؟ فيستا، فيستا، يعني فيستا حفله او عيد، تنفع الاثنين. يا سلام، ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده؟ انت شايف الجمال؟ شايف الدنيا موضوع سهل. يعني على كده انا ممكن اعرف اقرا ايطالي كويس؟ تعرف بسهوله جدا.
بس ولكن في بعض القواعد بقى ايه، تعال نبص عليهم كده اللي هي ايه مختلفه شويه يعني، عايزين نقولهم مع بعض. هنقول كذا قاعده كده، لو قدرت تظبطهم لي كويس تبقى انت برنس، برنس حرفيا. اول حاجه نكتب هنا ايه؟ قواعد. اول حاجه نكتبها قواعد النطق. قواعد ايه؟ النطق. رقم واحد، ركز بقى معايا بقى، قواعد النطق. قال لك اول حاجه عندنا حرف الايه بقى؟ التشي. الحرف ده قال لك الحرف ده شباب، قال لك ليه عندي نطقين؟ ركز بقى معايا. قال لك ليه عندي ايه؟ نطقين. قال لك رقم واحد كده اهو، هنا اهو، قال لك اذا جاء بعده، لو جاء ايه؟ لو جاء بعده حرف الاي او الاي، شايفهم؟ حرف ايه؟ الاي او الاي، ينطق، يتنطق ايه بقى؟ قال لك هنا يتنطق تشي. شايف؟ الحرفين دول بس، ها؟ الحرفين دول ايه؟ بس. زي ايه مثلا؟ مثلا كان على سبيل المثال كده زي كلمة مثلا سينما. بص بص بص، ما بيقولوهاش سينما بقى. بص بيقولوا ايه؟ تشينيما. يعني سينما. ازاي؟ تشينيما، سينما. طيب بص الكلمة دي، كلمة اهو اقراها معايا، هتقول ايه؟ تشي. طبعا يا جماعه بص، حرف الاي او اللي هو الاي انجلش ده بتبقى ايه؟ خلينا نطقنا ايطالي بقى، الاي تمام؟ بتكسر شويه، تقول تشي. اللي مع حرف الاي بتفتح تشي، تمام؟ تشينترو. تشينترو يعني وسط البلد. هكتب لك دلوقتي بعد ما نخلص القواعد النطق دي كلها، تمام؟ شويه كلمات نقعد ننطقهم مع بعض، وجرب معايا، تلاقي الامور جميله جدا، اتبسط قوي. ماشي؟ يبقى حلو. يبقى اول حاجه عرفناها حرف التشي ده، لو جه بعد منه الاي او الاي يتنطق تشي او تشي. حلو، ودي شفنا امثله اهي. طيب ده كلام جميل. ايه رقم 2؟ احنا قلنا ليها ايه حالتين اهي. رقم 2 ايه هي بقى؟ قال لك اذا جاء بعده، اللي هو حرف طبعا التشي، اي حرف اخر، اي حرف ايه تاني. قال لي هنا ينطق، يتنطق ايه بقى؟ قال لك يتنطق كاف. يتنطق ايه؟ كاف. ازاي يعني؟ يعني مثلا زي سبيل المثال، على سبيل المثال كلمه كايرو، القاهره. بصوا بصوا قلنا ايه؟ كايرو. كايرو، ما قلناش تش خالص. خلي بالك عشان تعرف تنطق صح اهو. طيب عندنا ايه كمان مثلا؟ زي كلمه كارو. كارو يعني معناها غالي او عزيز. تنفع تقول على الحاجه دي غاليه او ايه؟ عزيز او غالي، تمام؟ اهي كارو. زي كلمه من شويه كتبناها كلمه اميكو، كان اخرها حرف التشي وبعدين او، قلناها كاف. خدت بالك بقى اهو. يبقى الموضوع محتاج منك شويه تركيز اهو. يبقى انا النهارده بتكلم على قواعد النطق، فهقول لك ايه؟ حرف التشي لو جه بعد منه الاي او الاي يتنطق تشي او تشي، لو جه بعد منه اي حرف تاني يتنطق ايه؟ يتنطق كي، زي كلمه كارو، كايرو، اميكو، اميكا، بالشكل ده. ماشي؟ طيب اللي بعد كده قال لك الحرف اللي بعده او القاعده اللي بعدها هي بتتكلم على حرف الجي. حرف ايه؟ الجي اهو، الحرف ده، تمام؟ طيب الحرف ده برضو ليه نطقين عندي. ايه هما النطقين؟ تعالوا نشوفهم مع بعض. اول واحده قال لك اذا جاء بعده، لو جاء ايه؟ بعده حرف الاي او الاي، ده نفس الكلام شبه اللي فاتوا. ينطق، يتنطق ايه بقى؟ يتنطق جي. يتنطق ايه؟ جي. زي مثلا كلمه جنتيله. جنتيلي. جنتيلي دي صفه طبعا معناها مهذب. بص قلنا ايه؟ جي جنتيلي، تمام؟ عندي كلمه ثانيه اسمها جوفاني. جوفاني معناها شاب او شابه. شايف جاي معناها ايه؟ جوفاني، تمام؟ هنا جنتيلي. خدت بالك اهو. طيب الجزئيه اللي بعدها قال لك هنا ايه؟ بص اهو كده اهو، قال لك اذا جاء بعده، بعد مين؟ بعد حرف برضو ايه؟ الجي. قال لك ايه بقى؟ اي حرف اخر، اي حرف تاني. قال لك هنا بقى ينطق، يتنطق ايه بقى؟ قال لك في الحاله دي يتنطق جيم. يتنطق ايه؟ جيم. زي مثلا على سبيل المثال كلمه مثلا زي كلمه جراند. شايف كلمه ايه؟ جراند. يعني ايه جراند؟ يعني كبير او واسع. جراند. شفت قلت ايه؟ جيم اهي، صح؟ ليه؟ عشان بعدها جاي حرف الار، يبقى ساعتها انا اعمل ايه؟
مش هينفع ان انا انطقه جي، صح؟ هنطقه ايه؟ جراند. الحاجات دي خلي بالك اللي انت بتقعد تسال فيها كتير جدا، لما تيجي تقعد مثلا في محاضره او اي حاجه، الله هو انا ليه هنا قلتها جراند؟ طب ليه هنا قلتها جي؟ الله طب ليه قلتها تشي؟ طب ليه قلتها تشي؟ طب ليه قلتها كا؟ يعني فاهم؟ او كي. طب ازاي؟ فهمت ازاي؟ يبقى دي الحاجات المهمه الاساسيات اللي من البدايه تخليك تعرف تقرا وتكتب كويس. ماشي؟ طيب ده كلام جميل. خش على بعد كده. تعالى رقم 3. قال لك رقم 3 خلي بالك من ايه؟ من الجزئيات دي بقى. قال لك الجي مع الان، شايف دي كده؟ دي قال لك دي تنطق، بص هو ركز كده معايا، تنطق تتنطق ني دايما، يعني وكأن الجي هنا سيلينسيو سايلنت، ما بتتنطقش. الجي ان دي دايما لما يلزقوا ببعض كده الجي زي كلمه مثلا اهي لا فانيا، شفت قلت ايه؟ قلت ايه؟ لافانيا. يعني ايه لافانيا؟ بورد او سبوره. اسمها بص قلت ايه؟ لا فانيا، حطيت الاه في الاخر، شفت ازاي؟ لافانيا. يبقى هنا معناه ايه اهو؟ خد بالك، يبقى اي اتنين دول كده يبقى ما بيتنطقوش. عندي كلمه كامبانيا يعني الريف مثلا كان فيها برضو الجي مع الان، فهمنا ازاي؟ يبقى الجي مع الان دايما بيتنطقوا ايه؟ يتنطقوا ني. حلو كده؟ ماشي، ده كلام جميل جدا. طيب عندي بعد كده ايه؟ قال لك برضو رقم 4، بص هنا ركز معايا، في برضو حروف مع بعض، زي مثلا الثلاث حروف دول كده، الاي او الاي، شايف ازاي؟ يعني اهو بص كده تبقى كده، اللي هي حرف الاس مع التشي مع الاي او الاي، شايف ازاي؟ اهم دول كده، او ده كده معاهم، فهمنا ازاي؟ قال لي ده ينطق، بص اهو كده، قال لك ايه؟ ينطق، يتنطق ايه بقى؟ قال لي يتنطق شي. شي، شايف الثلاث حروف دول مع بعض؟ شايف اهو الثلاث دول كده، ده شي وده تشي. تشي، تمام؟ ازاي يعني؟ بص عندنا فعل اللي هو فعل يختار اسمه شليره. بص الفعل ده، شايف ايه ده؟ ايه ده؟ شايف اهو جيت نطقها ده ايه؟ شليره. تمام؟ يعني ايه شليره؟ يعني يختار. تمام؟ اهو يختار. فهمنا ازاي؟ اهو يبقى شليره معناه ايه؟ معناه يختار. حلو، يبقى عندنا الثلاث حروف دول مع بعض لما يجوا مع بعض في اي حته في الجمله، في الاول في الاخر، واديتك مثال يتنطقوا ايه؟ شيء، زي كلمه شليره يعني يختار. اوكي يا شباب؟ ماشي، ده كلام جميل جدا. بعد كده عندنا ايه؟ بص خش على بعدها، او القاعده اللي بعد كده بتقول لك ايه؟ هنا عندنا رقم 5، قال لك الجي ال اي. الجي ال اي دي يا شباب اما تيجي تتكتب بتتنطق لي، وكأن برضه الجي سايلنت. خلي بالك، شفت بقول لك على حاجات مهمه جدا، انت لما تيجي تنطقها بقى هتحطها بعد كده، صح؟ تمام؟ يبقى النهارده خلي بالك الجي ال اي دول مع بعض بيتنطقوا ايه؟ لي. بيتنطقوا ايه؟ لي. زي كلمه لسه كاتبينها على سبيل المثال، يعني كلمه شاليه اهي، كان فيها قاعدتين دي، تخيل الكلمه دي فيها قاعدتين. تخيل اهي شي اللي سألنا من شويه، وهنا لي شالي، مصر فين الجي؟ صح؟ فين الجي؟ مفيش. تمام؟ وهنا ايه؟ ادي اللي. تمام؟ اهي هنا عندنا يبقى ايه؟ شاليري. خلاص سيبك من الري اللي في الاخر دي عاديه جدا اهي. شالير، يبقى هنا ده تنطق ايه قدام منك؟ ادي ده تنطق ليه. برضه نفس الفعل اللي هو فعل يختار، وقيس عليها حاجات كتير بقى جايه بعد كده. تمام؟ يبقى الجي اللي هي تتنطق ايه؟ تتنطق ليه. ده كلام جميل قوي. شايف اهي قواعد النطق دي اول حاجه، ركز معايا، دي الاساسيات انا بقول لك اهو. ماشي، كلام جميل قوي. طيب اللي بعد كده بص قال لك ايه؟ رقم 6. رقم 6 فيها ايه يا شباب؟ قال لك عندنا الثلاث حروف دول كده، الثلاث حروف دول، تمام؟ ده لما بتشوفها بتبقى بمعنى كي. شايف ازاي؟ اهي دي لوحدها بالمناسبه، لو انت ان شاء الله لما نيجي لقدام كده ونعرفوا ادوات الاستفهام بتمشي بمعنى من. كي دي اداه استفهام بمعنى من، ولكن لو جت في نص الكلام بتبقى بتتنطق ايه؟ كي. شايف ازاي؟ اهي زي مثلا كلمه ايه؟ زي اهو مثلا كلمه كيافه. اهي كلمه ايه؟ كيافه. يعني كيافه مفتاح. اهي كيافه يعني مفتاح.
شايف ازاي اهو بالشكل قدام مني ده. شايف قلت ايه؟ كيا كيا حطيت لازم في كيافه. تمام. شايف الدنيا جميله عشان لما بتجي لك اي حاجه لا انا بعرف انطق صح. بعرف انت دي سايلنت دي هتتنطق كي دي تتنطق اتشي دي تتنطق اتشي. لا انا عارف كل حاجه. فهمت ازاي؟ يبقى حته جميله جدا 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 لازم تركز عليها. اوعى تقع منك بعد اذنك برفافاره خلي بالك. ماشي؟ يبقى هنا يا جماعه كده يبقى احنا بص كتبنا على اكتر من حاجه عشان تفيدنا ونعرف ان احنا نعرف ننطق كويس. حلو. طيب دلوقتي بقى هنعمل ايه بقى؟ بص بقى التدريب الجميل ده الازرشيتس وده الجميل مع بعض. هكتب لك شويه كلمات وتعالى جرب انت تنطقها لوحدك وشوف انا بعد كده انطقها معاك وشوف هنتعامل فيها ازاي مع بعض. حلو؟ يلا بينا تعالى بص معايا. يلا اول واحده اول كلمه. يلا عندنا مثلا كلمه زي الكلمه دي. انطقها لي انت بعد اذنك. يلا انا بديك 5 ثواني كده 3 4 ثواني. تمام. انطقها لي. حاول تنطق. قول لي هتنطقي بالقواعد بقى وشغل كل الدنيا كلها تشتغل معاك دلوقتي. يلا هتقولها لي ايه؟ يلا بينا مع بعض. تعال شوف انت كان نطقك صح ولا غلط. مي تشي. صح. اميتشي مظبوطه. يعني ايه؟ يعني اصدقاء. اسمها ايه؟ اميتشي. شايف ازاي؟ اهو موضوع بسيط جدا. طيب حتى مش شرط القواعد بشكل عام يعني. ماشي. طيب اللي جايه تعال قول لي دي هتنطقها ازاي. قول لي دي تنطقها ايه؟ يلا لو تمشي تقول لي باد ري. بادري يعني اب. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام. بادري يعني اب. شايف اهو موضوع بسيط شيك اهو سيمبليتش كده جميل. تمام. طيب جاي دي تعال قول لي كده. قول لي انت هتنطقها ايه؟ انطق لي دي. يلا دي هتقولها لي ايه؟ يلا هتقول ايه؟ كي. تنطقها كاف. ها اللي ينطقها كاف صح. اللي يقول لي تشي غلط ليه؟ جاي بعدها الار. صح كده اهو. شفت القواعد تشتغل معاك. يلا هنا هتقول ايه؟ كري ري صح؟ ايه طبعا دو يبقى اسمها كريدو. يعني ايه كريدو؟ اعتقد او اظن. تمام. زي سينك كده بالانجلش. تمام. فاحنا ازاي؟ خلي بالك يا جماعه النهايات لازم تبقى عارفها كويس. يعني مثلا النهايات اللي بتبقى في الاخر مثلا هنا ممكن تبقى ايه؟ تلاقي مثلا دي تنطق ايه؟ دو. دي كده مثلا دا. دي تنطق ايه مثلا؟ دي تنطق ايه؟ دي. صح. تعرف تستخدم الحروف صح. ماشي. لو حطينا مثلا الام هتقول هنا ايه؟ مو. هنا تبقى ايه؟ ما. هنا تبقى ايه؟ مي. هنا تبقى ايه؟ مي. شايف ازاي؟ خلي بالك من الثلاث حروف دول قوي. ليه؟ لان هنتكلم دلوقتي كمان شويه على الاسماء لازم تنتهي بالحجم الحاجات ديت هنتكلم عليها كمان شويه. فهمنا ازاي؟ يبقى مو ما مي مي دو دا دي مثلا رو را ري ري. فهمنا ازاي؟ يبقى تعرف تستخدم النهايات بشكل كويس. ماشي. طيب يلا خش على الحته اللي جايه. يلا قول لي الكلمه دي ننطقها ايه؟ يلا بينا اللي بعدها اهو. بص كده معايا. يلا قول لي دي ننطقها ايه؟ تمام. هكتب لك واحده كلمه كمان شويه يا لو جبتها تبقى معلم فيها تقريبا بتاع 3 4 حاجات من اللي احنا قلناهم. طب يلا اقرا معايا تقول لي حلو. هي طب دي بقى اس مع التشي مع الاو ما تنطقش شي بقى. احنا قلنا يا يا اي صح. يبقى اس كل تاري. شفت ازاي اهي؟ مش هنقولها بقى ايه. بص اسكولتاري فعل يسمع. اوكي اسكولتاري. خدت بالك اهو بشكل بسيط جدا. تمام يا باشا. جميل جدا. طيب خش على الكلمه اللي بعدها. مثلا اقول لي الكلمه دي تنطقها ايه؟ يلا هتقول لي سوريلا. صح كده اهي. سوريلا بمعنى اخت. كلام جميل. شايف ازاي الموضوع بسيط يا جماعه؟ طيب نعلي المستوى شويه ولا ايه؟ ولا خلينا في الحنين كده دلوقتي؟ طيب ماشي اهو خلينا واحده واحده. يلا قول لي دي تنطق ايه؟ يلا قول لي دي. هتقول ايه؟ سكو. طبعا هنا بقى ايه؟ حرف التشي مش هتنطق تشي كاف صح؟ جاي بعد منها الاو. ما احنا قلنا يا اي يا ايه. اوكي يلا سكو لا مدرسه سكول. حلو اهو كلام برضو جميل. يبقى احنا ماشيين بشكل حلو اهو. طيب يلا اللي بعد كده تعالى بص هنا نقول ايه؟ تعالى بص معايا نكتبه برضو 3 كلمات كده حلوين. جرب معايا كده تتعامل معاهم ازاي. ماشي. زي ما كاتب لك هنا بص كده. كلمه كبيره شويه. يلا اهي ده حرف التي ده عشان لو مش واضح اهو. ماشي اهو. يلا اقرا معايا واحده واحده. يلا بار دي ار بعدها ايه؟ بار تي تشي اهي. شفت بقى قلنا ايه؟ بار تي تشي با ري. يا سلام اهي بار تي تشي بار فعل يشارك.
شايف ازاي؟ برضه هي يعني حلوه جميله يجي منها. تمام. بص الحته الجايه دي لو قلتها تبقى معلم. معلم. قلتها لي تبقى معلم على طول. يلا هتقول ايه؟ مو دي تنطق ايه دي بقى؟ دي اهي. لي موليه. موليه يعني زوجه. زوجه. بص انا حبيت عشان فيها الجي ال اي. مو لي. ايه ده؟ فين الجي؟ ما تقوليش بقى بتقول لي موجلي. ايه ولا موجلي؟ ايه موجلي ده؟ ده فلاحي ده. ايه موجلي ده؟ تمام. يعني تبقى ده شملت. بسمع اصوات غريبه انا، حاجات غريبه يا جماعه. ايه موجلي ده؟ تمام. اتفرج بقى. ما ينفعش الكلام ده طبعا. طبعا يبقى الموضوع هيبقى ايه؟ يبقى طبعا اما تبقى عارف كده القواعد وتقعد تنطق وبتاع، وبعد كده تلاقي نفسك بقى بتعرف تقرا بقى كده ايه قطع وبتاع وتستو او مثلا ايه، او زي حاجه زي كومبرهنشن كده، تلاقي نفسك زي الفل. ماشي. طيب خش بقى على التقيل. تمام. خش على التقيل. بص بقى ركز كده معايا. ماشي. يلا وحاول ايه تقول معايا. ايه ده؟ ايه كل دي؟ واحده واحده بقى معايا. انا اهو انا زيك يا عم. انا زي الناس الجميله اللي بتتفرج. حلو. تعال نقولهم مع بعض. يلا اهو نقولها كده. ماشي. يلا اهو حتى كده عشان نميز اهو. كال كو. شوف هنا ايه كلهم كاف لان او ايه. تمام. يبقى كو لا دي اللي ايه تري تشي. شايف ازاي؟ كالكولاتريتشي. يبقى واصبحت ايه؟ كالكولاتريتشي اللي هي الاله الحاسبه. تمام. شفت ازاي؟ شفت فيها كذا تشي. هنا كاف وهنا كاف وهنا اتنطقت تشي. شفت؟ تشي مش كالكولاتريتشي. غلط. كالكولاتريتشي. فهمنا ازاي؟ يا سلام يا سلام. عارف تحس قاعد كده ايه؟ لا انا مبسوط. فاهم؟ تعرف تقرا. الدنيا هتبقى حلوه. حلو. شويه مذاكره. يا ريت وانت قاعد معايا كده بالسكتش بتاعك او النوته بتاعك سجل الملاحظات او النوتس ديت، هتلاقي نفسك الدنيا جميله جدا معاك. تمام. يبقى دي اول حاجه فهمتك الحروف ايه اللي موجوده في الايطالي وايه اللي مش موجوده وعددهم ايه والكلام الجميل. بعد كده عرفنا قواعد النطق عشان نعرف ننطق صح. تمام يا شباب. كلام جميل قوي. يلا بينا. انديامو. بعد كده نتكلم بقى شويه على ايه النومه. النومه يعني الاسم. الاسم في الايطالي بقى. الاسم. ماشي. الاسم في اللغه الايطاليه قسموها لنوعين. رقم واحد قال لك الاسماء المنتظمه. الاسماء ايه؟ المنتظمه. يعني ايه اسماء؟ ايه كلمه منتظمه دي؟ يعني ايه؟ يعني ده يا جماعه اللي بينطبق عليها 3/4 اللغه الايطاليه. قول 70 80 يا 90. 90% من اللغه الايطاليه او اسماء اللغه الايطاليه بتعتمد على القاعده اللي قدام منك دي. طيب ايه هي انواع الاسماء؟ انواع الاسماء هي ايه؟ طبعا مفرد زي زي اي لغه يعني. مفرد ايه؟ مفرد مذكر. مفرد مؤنث. ماشي. مفرد مؤنث. جمع مذكر. وهنا جمع ايه؟ جمع مؤنث. تمام. بالشكل قدام مني ده. يبقى عندي مفرد مذكر، مفرد مؤنث، جمع مذكر وجمع مؤنث. ده الطبيعي. قال لك بقى بص الاسماء دي بقى بنعرفها منين؟ قال لك بنعرفها من النهايات بتاعتها. يعني ايه؟ تعال بص معايا. قال لك المفرد المذكر اهو بص كده معايا. المفرد المذكر نكتب هنا ينتهي يعني اخره. قال لك مفرد بينتهي بحرف الاو. المفرد المذكر ايه؟ او. يبقى النهارده اول قاعده تاخدها عشان برضه تبقى عارف ان اي اسم في اللغه الايطاليه بينتهي بحرف الاو. حلو. المفرد المؤنث برضه اكتب لك عليه اهو ينتهي بحرف ايه؟ الا. تمام. جمع مذكر بالاي، جمع مؤنث بالاي. حلو. يبقى مفرد مذكر بالاو، مفرد مؤنث بالاي، جمع مذكر بالاي، جمع مؤنث بالاي. حلو اهو. يبقى تاني قول معايا بقى. يلا قول معايا بقى. شغل شويه. المفرد المذكر بينتهي بحرف ايه؟ الاو. مفرد المؤنث بينتهي بحرف الا. جمع مذكر بينتهي بحرف الاي، وجمع مؤنث بينتهي بحرف الاي. تمام. مثال. تعال ندي مثال كده اهو. تمام. هنا عندنا زي كلمه مثلا راجاتسو. زي كلمه ايه اهو؟ بص كده معايا. زي كلمه ايه؟ راجاتسو اهي. يعني ايه راجاتسو؟ يعني معناها ولد. راجاتسو يعني ايه راجاتسو؟ يعني ولد. طيب بص هنا. بص راجاتسا. انا بديك على سبيل المثال يعني هنا بنت. هنا بعد كده عندنا راجاتسي. راجاتسي يعني ايه؟ اولاد. هنا عندنا راجاتسي يعني ايه؟ راجاتسي يعني
بنات. خدت بالك ازاي؟ اهو شايف النهايات اهي، هي دي النهايات هنا بتتكلم عن نفسها اهو. شايف ازاي؟ اهو دي النهايات اللي بكلمك عليها اهي، واضحه بتتكلم عن نفسها مش محتاجه اي حاجه. شايف ازاي؟ ده حاجه بيسموها الاسماء المنتظمه. فهمنا يعني ايه اسماء منتظمه؟ عرفت يعني ايه النهايات بالشكل قدام منك ده. حلو. طيب ده كلام جميل قوي جدا. ماشي، نيجي بعد كده قال لك ايه بقى؟ تعالى بقى معايا في الحته الجميله دي عشان دي قصه، دي قصه وحكايه وروايه. رقم 2 ايه بقى؟ قال لك اسماء غير منتظمه. اسماء ايه؟ غير منتظمه. يعني ايه الكلام ده؟ يعني ما بيمشيش على القاعده اللي فاتت، القاعده اللي احنا ما بيمشيش عليها. ما انا اقول لك زي ما انت بتدرس كده في طبيعه اي قاعده بتاخدها، يجي يقول لك لكل قاعده شواذ ليها حاجات المختلفه مش اللي زيها بالظبط. طيب تعال بص معايا، قال لك ايه بقى؟ قال لك بص الحته الجميله دي، قال لك هناك، ركز بقى معايا، اسماء، بص بقى ايه؟ مفرد مذكر. اسماء ايه؟ مفرد مذكر تنتهي بحرف الايه. يا خبر ابيض، ايه ده؟ ايه معلش، لا ما وضحتش دي. اسماء ايه؟ مفرد مذكر وبتنتهي بايه؟ بالايه اللي هي اي انجلش يعني. تمام؟ ايه ده ازاي ده انت سينيور لسه قايل لي من شويه الايه ده بتاع الجمع المؤنث كتبناه في اخر حاجه. اقول لك كلامك مظبوط، بس انا لسه بقول لك ايه؟ اسماء غير منتظمه مش هينطبق عليها الكلام اللي لسه قايله من شويه، وبالتالي لازم تبقى حفظ. لازم تبقى ايه؟ تبقى حفظ. لازم احفظها، لازم ابقى عارفها عشان ايه؟ احفظ. طيب هكتب لك بعض منهم، طبعا هم اكيد كتير بس انا هحاول ان انا اكتب لك بعض منهم. زي ايه مثلا؟ حاول بقى برضو هنا اكتبهم معايا. الا باتري، تمام؟ بلاش ادوات تعريف دلوقتي اهو عشان ما تلخبطش. تمام؟ اهي بادري، يعني ايه بادري؟ معناها اب. اهي بص اب اخره ايه؟ اخره ايه بس مفرد ايه؟ مذكر. حلو. طيب زي ايه تاني؟ زي كلمه مثلا ستودنت. ستودنت يعني ايه؟ ستودنت يعني طالب. ستودنت بص اخره ايه؟ برضو الايه اهي بس مفرد ايه؟ مذكر. تمام؟ انت بقى لو مش عارف القاعده بقى تيجي تبقى جماعه مؤنث، يا حلاوه. فهمت ازاي؟ يبقى خلي بالك، بقول لك على تركات كده ايه؟ فوق معايا فيه. ماشي. طيب بعد كده عندنا ايه مثلا؟ عندي كلمه مثلا زي كلمه سينيوري. لو تاخد بالك بص قلتها ايه؟ سيني. فين الجي؟ في بعض الناس يقول لك سيجنوري. ايه سيجنوري دي؟ تمام؟ سيجنوري دي حاجه مش في الايطالي اساسا. تمام؟ اسمها سينيوري اللي هي استاذ. فاهمنا ازاي؟ اهي فيها الجي ان. تمام؟ سينيوري صح كده. طيب عندنا ايه تاني من ضمن الكلمات؟ كلمه كانه مثلا اهي. كلمه كانه يعني كلب. كلمه كانه يعني كلب بشكل بسيط يعني. ماشي؟ في كلمات كذا حاجات كتير بس انا بحاول ايه اديك منهم الحاجات السمبليتش كده ايه البسيطه. ماشي؟ طيب عندنا كلمه زي كلمه بروفيسوري. بروفيسوري اهي، شايف اهي؟ بروفيسور اخرها برضو الايه دي معناها طبعا ايه؟ مستر او مدرس. بروفيسوري، بروفيسير بالانجلش كده صح؟ اهي برضو كلمه من الكلمات البسيطه. عندنا مثلا كلمه بونتا. يعني بونتا يعني كوبري. انت واخد بالك؟ انا بقى بقول لك ايه؟ بقول لك الاجزاء اللي انت تاخد بالك منها يا ريت بعد اذنك، لان الحاجات دي مهمه جدا. فاهم ازاي؟ عشان تيجي انت بعد كده لما تيجي تركبها او تيجي توظفها تعرف توظفها بالشكل الصح، ما تجيش تتكلم عليها كانها جمع او تتكلم عليها كانها مؤنثه او كده. فهمت ازاي؟ يبقى دي جزئيه تفرق معاك جدا طبعا، لازم تبقى عارفها. تمام؟ ماشي. طيب مثلا عندنا ايه كمان؟ مثلا عندنا كلمه تشيلولاري. تشيلولاري يعني ايه؟ تشيلولاري موبايل او هاتف محمول اهو. تشيلولاري تمام؟ تشيلولاري يعني موبايل. عندنا كلمه انسينيانتي. انسينيانتي يعني معلم اهي. بص قلتها هنا ايه؟ ني اهي. انسينيانتي يعني معناها معلم، وتنفع معلمه على فكره. في كلمات كده تنفع انسينيانت اهي. شايف؟ يبقى دي كلمات كلها خلي بالك من نهايتها اهو. وبعد كده ان شاء الله باذن الله يبقى في ليكتشر كده او محاضره تتكلم فيها على كل الاسماء الشاذه بقى، لان الاسماء الشاذه ده موضوع كبير، مش يا ريته يوصل لكده بس، لا ده في موضوع اكبر من كده كمان، في حاجات يعني اكتر واكتر. ماشي؟ بس احنا النهارده كده بنخليها حاجه ايه؟ لذيذه كده يعني. اوكي؟ طيب بص كده معايا بعد كده.
قال لك في هناك اهو، بص معايا كده، هناك اسماء مفرد مؤنث ايه بقى؟ بص النهارده ايه بنقول؟ ايه الحته الثانيه دي؟ مفرد ايه مؤنث تنتهي بحرف ايه بقى؟ قال لك تنتهي بحرف ايه؟ تنتهي بحرف الايه. ايه ده؟ نفس الكلام؟ اه طبعا، بس اكيد مش نفس الكلمات اكيد يعني. ماشي، مختلفين. ماشي، مختلفين، في هنا كلمات وهنا كلمات، بس برضه بتنتهي بحرف الايه، بس هي مفرد ايه؟ مفرد ايه؟ مؤنث. زي، تعال نبص مع بعض. اول كلمه عندنا زي كلمه مادرة. مادرة يعني ايه؟ مادرة معناها ام. بص اخر حرف ايه؟ الايه، بس مفرد ايه؟ مؤنث. اوكي. طيب عندي مثلا كلمه زي كلمه ايه؟ كلمه زي كلمه موليه، لسه قايلينها من شويه. موليه يعني زوجه، برضه خلي بالك منها. عندي كلمه زي كلمه كانزونه، يعني اغنيه. كلمه كانزونه، شايف النهايات؟ طيب عندنا زي كلمه ليتسيونه، يعني درس. اكتب معايا، اكتب معايا لو عايز تتعلم حاجه. ليتسيونه يعني درس. ماشي؟ طيب ايه كمان؟ عندي كلمه كيافي، لسه كاتباها من شويه. كيافي يعني كيافي مفتاح. ماشي؟ طيب عندي مثلا كلمه زي كلمه كلاس، فصل. تخيل ان الفصل مفرد مؤنث عندهم. فاهم؟ يعني المفروض انت بقى ايه، تبتدي تصحصح كده معايا. ماشي؟ طيب بعد كده عندنا ايه تاني؟ عندي مثلا كلمه زي كلمه ستاتسيونه. ستاتسيونه يعني ايه ستاتسيونه؟ اهي محطه قطار. اهي بوريك الاسماء اللي هي ايه تنطبق عليها يعني. ماشي؟ ستاتسيونه يعني محطه قطار. ماشي؟ برضو من الحاجات المهمه اللي لازم نبقى عارفينها بشكل كويس. ماشي؟ كان في كلمه كالكولاتريتش كاتبينها قبل كده، اللي هي آلة حاسبه، دي برضو من مفرد المؤنث. ماشي؟ عندنا كذا حاجه، مثلا عندنا كلمه نوت. نوت معناها الليل، الليل وسماه. ماشي؟ اهي نوت معناها الليل. عندنا برضو كلمه انسينيانت، معلم او معلمه. فهمنا ازاي؟ يبقى بص لما تيجي تاخد بالك هنا يبقى دي كده، بص اخرهم كلهم حرف ايه؟ حرف الايه اهو، كلهم حرف الايه. شايف؟ بس هم مفرد ايه؟ ده المهم بقى، هم مفرد ايه؟ مفرد مؤنث. شايف؟ مفرد ايه؟ مفرد مؤنث بشكل بسيط اهو، بشكل بسيط جميل. الدنيا جميله فيه وحلوه قوي قوي قوي. تمام يا شباب؟ اهو الامور بسيطه جدا جدا جدا. حلو كده؟ ماشي. طيب تعالى النهارده في اخر حاجه في المحاضره النهارده اللي عايزين نتكلم عليها، هي عايز اعرفها لك، هي الضمائر، البرونومي. الضمائر برونومي. تمام؟ تمام؟ الضمائر برونومي ايطالياني، يعني الضمائر الايطاليه. عشان تبقى عارفهم اهم الضمائر، طبعا عندنا ايه؟ عندنا انا اهو، انت اهو، بنكتبهم بالعربي الاول، هو. ماشي؟ هي. اوكي؟ هنا عندنا ايه قصادها كده؟ ممكن نقول نحن، انتم، واخر حاجه هي هم. اهو. تمام؟ اهو بالشكل قدام مننا. طيب الضمائر ايه؟ قال لك انا اسمها ايو. اي خلي، انا اسمها ايه؟ ايو. انا ايو. انت اسمها تو. انت اسمها ايه؟ تو. هو اسمها لوي. هو اسمها ايه؟ لوي. هي اسمها لي. تاني، ايو، تو، لوي، لي. تاني، ايو، تو، لوي، لي. طيب نحن فيها ان، فيها نون، اسمها نوي. انتم اسمها فوي. انتم اسمها ايه؟ فوي. هم اسمها لورو. هم اسمها ايه؟ لورو. بس ادي الضمائر لازم تبقى عارفها طبعا، ده مش عايز اقول لك يعني. ضمائر جزئيه مهمه جدا جدا جدا. ماشي؟ اوكي. يبقى تاني، يلا معايا، يلا تاني. عندنا ايو، اقرا معايا. ايو، تو، لوي، لي، نوي، فوي، لورو. تاني، ايو، تو، لوي، لي، نوي، فوي، لورو. تاني، ايو، تو، لوي، لي، نوي، فوي، لورو. يلا اخر مره، يلا معايا. ايو، تو، لوي، لي، نوي، فوي، ولورو. ادي الضمائر مهمه جدا عشان طبعا تعرف تتصرف وتظبط الدنيا. ماشي كده؟ نيجي
نيجي لنهايه المحاضره بتاعتنا النهارده. كانت حاجه بسيطه كده نبتدي ان احنا نتعلمها. حاول تذاكر الحاجات ديت، هتفيدك قدام اكتر واكتر واكتر، وكل يوم اما تزيد معلومات 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 هتلاقي نفسك الامور بقت جميله جدا جدا جدا. تمام، اتمنى تكون فهمت كويس. لو في اي حاجه محتاج ان انت تعرفها، اي حاجه، اي استفسار، اكتب لي في الكومنتات هتلاقيها موجوده عندك. تحياتي ليكم سينيور خالد محمود. تشاو.